انت متاكده ان اللي انت رحتي له دكتور له علاقه بالتغذيه؟ افتكر لا. ليه بقى؟ لان باختصار خالص انا كدكتور تغذيه ما ينفعش ان انا بني ادم عايزه يخس واقول له ما تاكلش. لو ما اكلش هيدخل في ليفل زي بتاع الجسم بيحفز نفسه كانه في مجاعه، فاي اكل هياخده هيحوله لدهون وهيخزنه. وبالتالي مفيش حاجه ولا في بني ادم يجرؤ ان هو يقول لحضرتك ما تاكليش عيلك. لازم تاكليه، بس نبتدي نغير اصناف الاكل. يعني اللي هو ايه، ابعد عن البطاطس وابعد عن المقليات. لكن انا ممكن اكل ابنك زبده ويخس عليها، وممكن اكله شوكولاته ويخس عليها. هتقول لي الكلام ده في سن 9 شهور. احب اقول لحضرتك في حاجات مسموحات بالنسبه لطفلك بما فيها الدهون الطبيعيه زي الزبده البلدي. طفلك المفروض ان هو بياخد 50% غذاء. يعني هو دلوقتي بيرضع، فرضعيه. طب وهو بياكل 3 4 وجبات بس، ما يبقاش اللي هو ايه، بيفطر على رز ويتغدى على رز ويتعشى على بطاطس. كلام فاضي. لكن احنا بنقول في بروتين وفي دهون وفي نشويات وفي الياف وفي بروتين. فيعني رحمه حلوه.